الحلقة التانية عن التسامح. أهلاً بيكم يا صحابي في حلقة جديدة. يا ترى بتعمل إيه لو حد ضربك أو شتمك أو عمل فيك حاجة تضايقك وبعد كده طلب منك تسامحه؟ ممكن ترفض طبعاً وما تكلموش تاني أبداً. تعالوا نشوف صاحبنا عمل إيه في الموقف ده. وزي ما شفنا صديقنا يوسف إزاي سامح أخته على لعبة واحدة كسرتها، لأن مامته قدمت له لعب كتير قوي، وده لأن صاحبنا كان سمع قصة العبد القاسي. يلا بينا نسمعها من الكتاب المقدس. حكالنا عن ملك كان بيحاسب عبيده، فجاب عبد مديون للملك بفلوس كتيرة قوي قوي، 10,000 وزنة، والعبد ما كانش معاه فلوس تكفي يسدد. فالملك أمر إنه يتباع هو ومراته وأولاده وكل حاجة عنده علشان يوفي الدين ويدفع الفلوس اللي عليه. العبد ركع على الأرض وقال له: يا جلالة الملك، اصبر عليا شوية، أنا معيش فلوس، استنى عليا وأنا هوفيك الكل، أرجوك. فالملك سامحه وقال له: خلاص، أنا سامحتك، مفيش عليك أي فلوس، روح، خلاص مسامحك. فرح العبد وخرج فرحان، لكن وهو ماشي قابل عبد تاني زميله، وكان مستلف منه فلوس قليلة، حوالي 100 دينار. مسك في رقبته وقال له: هات فلوسي اللي معاك. فالعبد صديقه ركع عند رجليه وقال له: استنى عليا شوية، أرجوك، أنا معيش فلوس. العبد القاسي رفض يسامح العبد زميله وقال له: تعالى قدامي على السجن، مش هسامحك أبداً، هات الفلوس اللي عليك. الملك لما عرف اللي حصل نادى العبد الشرير وقال له: ده أنا سامحتك وأنا الملك وإنت العبد، مش قادر تسامح أخوك، إزاي؟ أنا سامحتك بالفلوس الكبيرة، إزاي ما تسامحش أخوك على القليل؟ كان المفروض ترحم العبد أخوك زي ما أنا رحمتك، أنت ما تستحقش إني أسامحك. وأمر ياخدوه ويحبسوه في السجن لغاية لما يدفع كل الفلوس اللي عليه. الرب يسوع كان عايز يعلمني ويعلمك نغفر ونسامح لإخواتنا مهما غلطوا فينا، لأن هو سامحنا على كل خطايانا الكتير. معقول أنا ما سامحش أخويا على القليل؟ ربنا كمان قال: لو أنت ما سامحتش أخوك أنا كمان مش هسامحك. فلازم قبل ما تقول يا رب سامحني تسامح أنت كل اللي غلطوا في حقك.
تعالوا نحفظ آية النهاردة. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إنجيل متى أصحاح 6 وعدد 12. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. متى 6:12.